فارقت الفنانة الشعبية إيمان تسونامي الحياة صباح اليوم الثلاثاء بالمستشفى العسكري بالرباط، حسب ما كشف عنه وكيل أعمالها أسامة حكيم عبر اتصال هاتفي أجراه معه موقع ست أنفو. جدير بالذكر أن الفنانة تسونامي كانت قد نقلت أواخر شهر شتنبر المنصرم إلى المستشفى العسكري بالرباط بتوصية ملكية قادمة إليه من إحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء التي كانت قد أدخلت إليها أواخر شهر يوليوز المنصرم، وذلك بسبب تعرضها لمحاولة القتل عن طريق التسمم، حسب ما كشف عنه مدير أعمالها أسامة حكيم في اتصال هاتفي سابق أجراه معه موقع ست أنفو. وأوضح أسامة حكيم أن إيمان تسونامي قد تعرضت لتسمم مقصود بنية القتل ولا علاقة له بأعمال السحر أو ما يعرف بالتوكال الذي سبق لها أن تعرضت له من قبل، كما نفى أن تكون قد تعرضت لتسمم غذائي بالحفل الذي كان مدعوة له كضيفة، على اعتبار أنه لم يتعرض سواها للتسمم والأذى. من جهة ثانية، أكد مدير أعمال تسونامي حينها اعتزامه سلك سبل القضاء من أجل متابعة المتهمين بمحاولة قتل الفنانة الشعبية، مبرزا أن هذه المسطرة رهينة بتحسن الحالة الصحية لإيمان تسونامي، وأخذ أقوالها بخصوص الواقعة التي عرفها الحفل الذي كانت مدعوة له والذي لم يرافقها له على اعتبار أنه لا يخص العمل.